السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة في حلقة جديدة من فيلسوف الكورة. النهاردة يا جماعة معانا حلقة جامدة جدا، بس قبل ما نبدأ الحلقة عايزك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان الحلقة توصل لك أول بأول. وطبعا حابب أشكركم على الدعم الكبير اللي انتوا قدمتوه لي طبعا، بس أنا عايز الفيديو ده يوصل ل 100 لايك إن شاء الله، وانتوا قادرين بدعمكم أنا مكمل. عايزين النهارده نتكلم في حلقة كبيرة، حلقة فيها أحداث كتير، حلقة فيها كلام كبير. فيعني روق دماغك كده. تمام. وطبعا أنا سايب لك لينكات بتاعت الحسابات الشخصية بتاعتي، تيك توك وفيسبوك وانستجرام، خش اعمل فولو. يلا أشوفك بعد الانترو. ورجعت لكم تاني. طبعا انا اعتذر يعني لو الصوت فيه حاجه او صوتي فيه حاجه، بس انا عشان تعبان وطالع والله بصور وانا تعبان. النهارده معانا حلقه جميله، حلقه حلوه خفيفه كده. هي مش خفيفه قوي يعني، بس هي حلقه مقلبظه شويه. النهارده معانا الحلقه اول اخبار، هي عوده الخلوق كابتن عبد الشافي. يعني كابتن عبد الشافي من افضل الناس اللي لبسوا او ارتدوا تيشيرت نادي الزمالك. شخص محترم حابينه الناس الاهلاويه قبل الزملكاويه، وده طبعا من وجهه نظري ووجهه نظر الناس عموما يعني. راجل محترم، لعب في السعوديه ولعب في كذا مكان، وعمرنا ما شفنا له خناقه وعمرنا ما شفنا له اي مشكله داخل جدران نادي الزمالك او اي مكان انتمى ليه يعني. فيعني راجل محترم. بس في حاجه مشكله بقى، ان كابتن عبد الشافي دلوقتي طبعا دخل السكواد تاني، رجع من الاعتزال فدخل السكواد في نادي الزمالك. وانت دلوقتي عندك مين في نادي الزمالك؟ عندك حاتم سكر وعندك فتوح. طب الاتنين دول كافيين قوي للموسم كله. عندك فتوح وايه وسكر. اللي خلاني بقى حاسس ان في ان فتوح لو مشي هيبقى انت عندك حاتم سكر بس. فهل انت جاي مرجع عبد الشافي من الاعتزال خوفا من رحيل فتوح؟ ده القرار بتاع اسوريو، اللي هو اللي جاوبنا عليه، ونشوف الايام الجايه مخبيه لنا ايه. وعايزك تستنى معايا لاخر الحلقه عشان معانا خبرين من الاخر جامدين جدا. استنى معايا. طبعا ازمه الاهلي، وكنا بنقول دايما ازمه الاهلي والاتحاد المصري عشان المحترفين. دلوقتي بقت ازمه الاهلي والاتحادات. تمام. هي الاهلي بقى بيخاطب اتحادات كتير قوي دخلت في الموضوع بتاع، وهيصه كبيره. المشكله ان دلوقتي احنا كنا بنتكلم على 4 فرق، 4 لعيبه رايحين المنتخب. صح. صح. طيب الاجنده الدوليه مين بقى هيمشي؟ طبعا عندك علي معلول، عندك بيرسي تاو، التيرسي باو طبعا. ف دلوقتي انت هتعمل ايه بقى في كل ده؟ انت ما عندكش لعيبه، طب هتلعب بيها؟ انت قوامك مشي. اصل انت بتلعب بمين؟ انت بتلعب يعني عندك محمد الشناوي مش موجود. محمد عبد المنعم ومحمد هاني، مروان عطيه، علي معلول. ده الدفاع والجون بتاعك مش موجود. اليو ديانج وبيرسي تاو في ايه؟ طب ما تاخدوا النسر. عايزين ايه طيب؟ ما انتوا سيبوا لنا حد نلعب بيه. وهو الحته بقى اللي انا بعيب فيها بقى على الاتحاد الافريقي كاف. هل انت مش لاقي غير هو يوم 15 يعني عشان تحدد فيه الماتش؟ ليه ما تحددش يوم الماتش بتاع السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه؟ ليه ما تحددوش 17 18؟ يبقى في 5 ايام على الاقل ما بين ماتش تونس. احنا كده نسيب اللعيبه بقى الماتش تونس عادي، ما نقولش بقى ايه ماتش 8 بتاع اثيوبيا ويجوا. لا، ده احنا ممكن نسيبهم ماتش تونس عادي يلعبوا بعد كده يرجعوا على الاهلي تاني. انت ما لقيتش يعني غير يوم 15؟ انا مش فاهم مين بيحط الجداول دي، ولا بيبقى شارب ايه ساعتها، ولا ايه الدنيا يعني؟ انت ليه بتحط ماتش وانت في ماتش قبليه ب3 ايام للمنتخبات؟ ده مين العاقل يقول كده؟ والماتش بتاع المنتخب هيبقى بالليل، فقول يومين بس اساسا. ازاي؟ نفسي اعرف، مش عارف. طبعا اسوريو رفض البنيني. ومش مش بنيني حاجه، مش عيب يعني. البنيني اسمه ايه؟ سامسون اكينيولا. سامسون اكينيولا داخل النهارده التدريب بتاعه فرحان كده وماسك بقى ايه المولتو في ايده. راح اسوريو قال له ايه؟ رايح فين يا عم؟ هي عضمه. قال له داخل اتدرب. قال له تتدرب فين؟
اطلع بره. راح طبعا ايه، ما لقاش حد يكلمه، طبعا مفيش اداره في نادي الزمالك. راح بقى يلعب له جيمين بلاي ستيشن وبتاع وخلص الدنيا. طيب دلوقتي خلينا نتكلم بجد بقى. اسوريو رفض تدريبات اسمه ايه، هو اسمه بيروح عن بالي ليه، سامسون اكينيولا مع الفريق. وقال لك احنا عايزين نشوف له اي عرض، مشوه من هنا. معلش مشوه، انا مش عاجبني سامسون. المهم، يعني هم بيدوروا دلوقتي على ان هم يمشوه في اي عرض ان شاء الله، ايه يعني ايه، خد سامسون وعليه باكت بطاطس هديه، اي حاجه كده، هيمشوا سامسون بيها. هو اساسا كانت صفقه غريبه غير مفهومه. واحد كان بياخد 20,000 دولار مرتب، فجاه بتديله 200,000 دولار. وهو اساسا فيديوهاته لا توحي ان هو اساسا بيلعب كره خماسي. المهم، لو عملتش اللايك بقى، يعني اعمل اللايك، اشترك في القناه. مفيش مش هتاخد منك وقت. طبعا الموضوع اللي انا قلت لك عليه امبارح ان انا جاي لك بيه، المهاجم المصري اللي كولر بيدربه هو مين؟ زعلوك. هتقول لي ايه ده زعلوك؟ مين زعلوك ده؟ هقول لك زعلوك ده لعيب جاي من وادي دجله، اتى من وادي دجله بمبلغ 3.5 مليون دولار. 3.5 مليون جنيه، 3.5 مليون دولار، 3.5 مليون جنيه. اللعيب طوله 182 سنتي، وكولر بيدربه تدريبات فرديه بعد ما المران بيخلص. تقريبا كولر مقتنع باللعيب ده. لو النادي ما قدرش يتعاقد مع اللعيب اللي انا لسه هقول لك عليه الوقت ده، هيبقى زعلوك هو المهاجم بتاع النادي الاهلي الاساسي في التشكيل، في السكواد الاساسي. هتقول لي ايه ده، فين كهربا وفين شريف؟ اصبر اصبر، انت مستعجل ليه؟ اصبر يا عم. هقول لك ان النادي الاهلي يعني بيدور دلوقتي على مهاجم قناص، وهو باتريك ايجيميانج. معلش، مش عارف ايه الاسامي الغريبه اللي بيجيبوها دي. باتريك ايجيميانج. باتريك ايجيميانج هو لعيب في الدوري الامريكي، بيلعب في نادي اسمه شاراتي. اسمه ايه؟ شاراتي، شاراتي. نادي شاراتي. طبعا اللعيب مش معروف قوي، بس لعيب دانا. طبعا 192 سنتي. الرأسيات بالنسبة له وهو واقف بيروح عاملها كده، ما بتتعبوش طبعا، مع ان الجامبنج بتاعه عالي. لعيب كويس. هتقولي طب سعره كام؟ اديك شايف موليكا وسوزا، واللي عمال يقول لك 4 مليون واللي عمال يقول لك 5 مليون دولار. هقول لك لا لا لا، السعر حنين والدنيا في الحنين كده. 500 ألف دولار. كام؟ 500 ألف دولار بس. أقول لك بس 500 ألف دولار. فأنت الحق اللاعب قبل ما يتخطف وفي الآخر تندم. كولر طبعا قالوا له ايه رأيك في اللاعب ده؟ قال لهم يا عم وحتى أبوك هات لي أي حد إن شاء الله، بص هات لي مروان حمدي، أي حاجة، بس أي حاجة أخش بيها الموسم، عشان إحنا ما عندناش مهاجم، مفيش غير كهربا. وهو كهربا لسه مش مهاجم يا جماعة، كهربا وينج. وبيرسي تاو ساعات بيلعبوا مهاجم، ومهاجم ما بيرسي تاو لما بيلعب مهاجم ما بينفعش. فاحنا كده داخلين الموسم ملط. هو لو كده هيبقى زعلوك. طبعا تعالى اقول لك شويه ارقام لباتريك. باتريك لعب 12 مباراه، جاب فيهم 12 جون وصنع 4 اهداف. بسم الله ما شاء الله، يعني يعتبر مش هدف كل مباراه، هو هدف كل مباراه ومساهمه بنسبه 1.6 في مساهمه اهداف، طبعا بالصناعه. فيعني لعيب كويس. هتقول لي طب الدوري الامريكي انت عارف دوري على قده وبتاع وانت يعني الدوري مش اللي هو. هقول لك عارف، بس انت اتفرج بس على كواليتي اللعب، كواليتي ان هو بيتحرك في المساحه. يعني انا مش عارف اعرض لكم فيديوهات، بس خش على الفيديوهات بتاعته، شوف التحركات، شوف خلق المساحه اللي بيعملها، شوف ال السويتشنج اللي بيعمله مع الوينج. طبعا كل ده هتبقى تفكير مدرب، هتبقى كولر هو اللي هيفهمه له. بس احنا عايزين نقول لك ان لعيب كويس، لعيب كواليتي كبير. وهو ماشي، تقدر تعرف يعني تحركها. وفي نفس الوقت هو هيبقى طبعا الاهلي، انت عارف علي معلول من هنا ومحمد هاني من هنا ونجات طبعا، هيبقى عرضيات كتير، وهو في ضربات الراس ما اقولكش. طبعا اخر موضوع معانا وهو ايه؟ كارلوس بيرينجر. هو المساعد الجديد لمارسيل كولر، وهو اللي بقى بيدي للنادي الاهلي، اللي وصل النهارده الصبح للنادي الاهلي في اول مران رسمي ليه.
وهو اللي بقى بيدي للنادي الاهلي ساعة اوفر تايم بعد بعد المران، بقى ساعة اضافي بيعمل فيها تكتيكات بدماغه هو، تمرينات جديدة، تمرينات اضافية، حاجات كده هو عايز يعرفها من كواليتي اللعب وقوة التحمل بقى وبتاع والحاجات دي. كده الحلقة خلصت، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي تعليق حلو. سلام.